هذا طاجين مغرب. طاجين هي اصلا عباره عن هذا، شايفين هاي اللي زي القدر شكل. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو الجديد. في هذا الفيديو هذا بغيت نهضر لكم على داك الفيديو اللي داير ضجه ديال جو حطاب. جو حطاب اللي عطاوه الكابرانات بزاف ديال الفلوس باش يجي للجزائر ويدير لهم اشهار التقاليد الجزائريه ويدير لهم اشهار الاماكن السياحيه في الجزائر ويدير لهم اشهار بزاف ديال المسائل في الجزائر. المهم جو حطاب مشى لتلمسان ومشى للمغنيه. كيلقى تما السكان في مغنيه انهم عندهم بزاف ديال التقاليد اللي هما بعض ما تألسنتهم قالوا بان هذه ثقافه خديناها من المغرب، لي زيبيس طاجين وبزاف د الحوايج اللي هما تيقولوا انها مغربيه. وكذلك ملي مشى لتلمسان قال لك ان تلمسان انها كتختلف على باقي المدن الاخرى. وهذا الشيء هذا اللي ما عجبش بزاف ديال الناس في الجزائر وبالاخص ما عجبش الكابراناش وطلبوا منه باش يمسح الفيديو، وبزاف منهم بداو كيسينياليو ليه في القناه. المهم نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. كريم صافا لاباس تحية مروك. حتى هاد الدريه هذه اللي قالت تحية المروك حتى هي صراحه بداو تيهضروا عليها بالسلب، وشفت بزاف ديال الصفحات الجزائريه اللي تيهضروا عليها وتيسبوا فيها، وكل اللي تيسبها بالتآمر بالتخابر، كل اللي تيقول بانها ماشي جزائريه حره، كل اللي كيقول والديها مغاربه، كله اشنو تيقول. يعني غير تهضر على الحق فراك خائن وراك يعني ماشي ود البلاد وراك بزاف د الحوايج. لا حول ولا قوه الا بالله. هاي ماروكو وهاي الجزائر. أكثر دولتين متقاربين باللغة، اللهجة، صبرك في دارك مغرب، ثقافة، تاريخ، الحاضر والماضي. دولتين فيهم من الموارد ما بيجعلهم دول عظمى، ولو اتحدوا راح تكون قوة مخيفة لأوروبا. هذه حقيقة. لو اتحدت المغرب والجزائر غادي يولي واحد القوة عظمى اللي صراحة فرنسا كتخاف منها وما باغاش هادشي يوقع. لهذا موكلين بعض الخونة باش هادشي ما يوقعش. بتشاركوا بالحدود، تقدر تعبروا الحدود من ليبيا لتونس ومن تونس للجزائر، ولكن لما توصل لهون حدود الجزائر والمغرب تلاقيها مغلقة، ولو حاولت تطلع بالطيارة لازم تروح على دولة ثالثة ومنها للمغرب. المغاربة ما بيحتاجوا فيزا للجزائر، وكمان الجزائريين نفس الاشي، شعوب بيحبوا بعض كثير رغم اللي بنشوفه احيانا من تشويه على السوشيال ميديا. من سفري لهالدولتين مخالطتي مع الشعبين بقدر اقول انهم تقريبا دولة واحدة. وخاوة معناها إخوة، ولكن ليش حدودهم مغلقة؟ الجزائر هون، المغرب هون، خطوتين بس. احساس يعني عم بحس احساس غريب. هذه مروكو هذه الجيريا. حدود الجزائر والمغرب، هون هم الحدود. اوكي، شايفين اللوحة اللي خلفي؟ هاي حدود الجزائر المغرب. طلعوا اللوحة، هاي مدينة وجدة هيك ولكنها مغلقة. هذا ايش اللي قدامنا؟ المغرب. نحن عند في الحدود الجزائرية المغربية. في ناس هناك. يعني نحن عم نشوف سيارات في المغربية عم تمر من الجهة الثانية. كثير إحساس غريب. إخوة بيفرق بين الضفتين خندق وأسلاك شائكة. صحيح، قال لي يهديك. شو قال لك؟ يهديك ويصلح بالك.
هو اللي عطس. عطس. والاخر قال له يهديك ويصلح بالك. والله صراحة نشوف كاك واحد عطاس قال الحمد لله، والاخر في الضفة الاخرى يعني في الجهة ديال المغرب قال لي يهديك الله ويصلح بالك. والله العظيم الا شوف لحمي صراحة نشوف كذا، لكن للاسف والله هادشي اللي تيوقع شيء محزن والله. يعني من هون سمع عطسته والاخر جاوبه يعني عليها. How close is Morocco? نقفز هون. يعني after we'll be in Morocco. Imagine just this. ايه في ناس يجوا يلوحوا في الصيف، يعني كنت اشوف كثير ناس يجوا هون يوقفوا من هناك يلوحوا لنا. وانتوا تلوحوا لهم؟ ايه يعني شعور يعني سبيشال، شعور مميز. ما بعرف كيف اوصف لك هذاك الاحساس اللي تحسه لما تشوف واحد من بلد ثاني يعني على هذه المسافه عم يلوح لك. بس تعبر هاد تقدر تمشي مشي، ولكن في سياج هناك. قفزه واحده خطوتين ولا انت في المغرب. فبيجوا ناس هناك بلوحوا وبيجي ناس هون بلوحوا، لانه كمان في عائلات. في شبكه الان عم تاشر لي انها شبكه مغربيه. حتى من الانترنت يعني الشبكه ديال الاتصالات، يعني حتى الشبكه ديال الاتصالات فهي مغربيه ماشي جزائريه. وهاد الدريه هادي صراحه انت تقول غير الحقيقه، وهذا الشيء علاش بزاف دابا حاربوها وما بغاوهاش تقول هذاك الشيء اللي هو حقيقي. هو عادي يا صاحبي، قولوا هذاك الشيء اللي كاين، ما تبقاش تكذب على راسك يا صاحبي. راه ما غتخسر والو، راه ماشي الا قلتي مثلا شبكه مغربيه غادي نجيو حنا نقطعوها على كل شي حاجه. عادي يقول داك الشيء اللي كاين اللي واقع عادي، ما كاينش مشكل صاحبي، وحنا عارفين هذا الشيء هذا. مو شبكه جزائريه هاي، كلهم شعوب واحده، شعوب المغرب العربي. كان الاحتلال الفرنسي السبب الرئيسي في طمس معالم الحدود بين البلدين وتركها دون ترسيم. أدى هذا الخلاف ولأسباب مختلفة إلى إغلاق الحدود ما بين البلدين 1994 وإلى قطع العلاقات الدبلوماسية 2021. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، وما بنتمنى إلا نشوف الخير بينهم، يكونوا إيد واحدة، خاوة، إخوة بالله. دابا وصلنا للمقطع الحساس اللي بزاف ما عجبهمش، هو هذا في هذا السوق هذا. مرحبا بك خويا، تفضل. مرحبا. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في عطار بيت المقدس مدينة مغنية. مغنية معروفة بليزيبيس لخاطر منطقة حدودية مع المغرب، ومن المغاربة الحدود كانت مفتوحة، كانوا يجيو عندنا وحنا نمشيو عندهم، هما يدوم عندنا صوالح وحنا ندوم عندهم صوالح. عادي جدا، تحسب كما نقولوا بلد واحد، ما كانش يفصل بيناتهم حدود، تدخل عادي جدا، تحسب راك في دارك كما نقولوا. تفطر هنايا تقهوى لهي تفطر هنا عادي جدا. دروك شو هي العلاقات هذه اللي توترت سياسيا ما بين الشعوب، بقاو خوت. هذه العلاقات توترت كما سياسيا كيغلقوا ما كاش اللي يفوت، كما قلت لك كانت عادي جدا. وعلى هاد الصراحه هادي نتمناو ما يسدوش ليه الحانوت ديالو كما داروا في ذاك المحل ديال القفطان من قبل. العبور ومرحبا بكم عندنا حيث الجوده والثمن. وبيت المقدس بيتكم هذا كما يقولوا حانوتكم، حنا غير مسيرين. كان في تجارة بين الحدود المغربية والجزائرية قبل ما تغلق، وكانت قبل 4 أو 5 سنين، يعني كان في ناس تقدر تدخل وتطلع بس يعني بطريقة غير رسمية. فراح تلاقي هون كثير من البهارات، محلات البهارات في سوق مدينة اسمها مغنية جنب الحدود. هذا طاجين مغرب. طاجن هي أصلا عبارة عن هذا، شايفين هاي اللي زي القدرة شكلها، بس هي ما هي قدرة، هي اسمها طاجين. فأي أكل بتنحط فيها تسمى طاجين. قرب مدينة مغنية مدينة تلمسان، مدينة ساحرة وتاريخ عريق. اوكي احنا بعد ما خلصنا من الحدود وصلنا على مدينة تلمسان. قديمة تحسها، طابعها مختلف عن وهران. طابعها مختلف عن وهران وربما عن باقي المدن الجزائرية، وراكم عارفين علاش، وهذه هي الحقيقة اللي ما تقبلوهاش عاوتاني في هذا الفيديو هذا. انت بتمر هيك في وسط المدينة تلاقي الأسواق والناس، نبض هالمدينة، فيها حياة هالمدينة.
مدينة تلمسان هي مدينة الألفية، هي مدينة التاريخ والحضارة والثقافة، حضارة ما قبل التاريخ، لؤلؤة المغرب العربي لأنها لؤلؤة بأتم معنى الكلمة. بمعنى لحد الآن مدينة تلمسان وسكان مدينة تلمسان لا يزالون محافظين على العادات والتقاليد. 70% من المواقع الإسلامية الجزائرية توجد في مدينة تلمسان. بابيك ولدي في حي العباد مكان تاع العبادة وين كان ضريح تاع سيدي بومدين هاورا مننا. المسجد الذي بني في 1338 remains in good state. نشوفوا سبحان الله حتى المسجد عنده طابع مغربي كما شفتوا الصومعة الزليج، يعني طابع مغربي. هذا عاصمة المغرب الكبير تلمسان، كاين فاس وكاين القيروان في تونس. المصلين تا هما لابسين هذيك الجلابه الطربوش المغربي، يعني هذوك ديالنا تلمسان ديالنا ما كاينش. والله انايا صراحه تفرجت في الفيديو وما عرفش علاش داروا هاد الحمله المسعوره على هاد السيد هذا. يعني كاع هذاك الشيء اللي قال في هاد الفيديو وهذاك الشيء اللي صور فهو حقيقه ماشي كذوب. طاجين بزاف التقاليد والحوايج اللي كاينين تما فهما مغربيين، لاش غادي تكذب؟ وهو اكثر اللي قال والله العظيم الا الكلام ديالو لا هو ولا هذيك الاخت الجزائريه كلام تجميعي اكثر ما هو تفريقي. انا ما عرفش علاش كعيتوا على هذا الفيديو هذا اللي دار هذا السيد. انا ما عرفش علاش تقلقتوا من هذا الفيديو هذا، مع العلم انه ما سألكم بوالو، يعني قال شي حاجه اللي هي حقيقه. يعني هو غير نتوما بغيتوه يروج لكم التقاليد، هو روج للحقيقه ما كذب ما والو. لكن للاسف يعني بغي نطمسوا الحقيقه باي طريقه. المهم اخوان هذا ما كان في الفيديو، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.